ازيك يا حبيبي فواز؟ الحمد ازيك؟ لله. ايش والله، ايش انت، ايش كيف، ايش بخيرت، ايش هات لنا واحد من عندك. هلا انا بعتت بس ما بعرف وين سومي. العالم. عيال مين سومي؟ سوية مين؟ مين سومي؟ كثير عم تكتبوا لي سومي وليدي شي وهيدا. سومة. مين سوما؟ بتعرفها فواز؟ سومة معروفة. بتعرفيها انت ام عمر؟ عارفاها، معروفة. سوية. طب الناس واحدة كلها سبعة. بتحبها. سومة تجنن. طب قولوا لها انه عم نضيفها، قولوا لها تجي لعنا سوما، يلا حضيفها 71. يلا من عيوني ها. هاتوها، هاتها. مين اللي صديقها؟ ليدي سمارة او سوما ما لا فهمت. يا عيال. لا، السومة اللي هي بتعمل، اللي كانت عاملة ازايز دي. ازايز ولابسة فستان الازايز، تقول ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. عيال هذا. مين فرجيني فواز؟ يا عيال هذا. لا، دي فاتن دي. لا يا عيال هذا. الاكسبلو الصبح، ما الصبح انت والاكسبلو، انت هتحددني ولا؟ يلا يا حبيبي من هنا بره على امين، ما تنزل في الاكسبلو. ما روحوا عنده. سومي ما بعرف وين هي، مبينة طيب بالتوب. عيال روحوا عنده، قولوا فواز سوالك اضافة، خليه يرد الاضافة عشان العب معه. دي واحده مين هي يا يا أخوي. فواز؟ اسمه تعرفوا؟ سيم مدري سومو. ده انا بقول لك بس على واحده، البنت السمراء دي. عيال سمي. روحوا عنده، قولوا فواز يقول رد المتابعة سويمي. ايوه هو هذا. ولا انتوا مش معايا يا بنات اللي في اللايف؟ قولوا له ما ينزل في الاكسبلو، احنا بيهمنا الكلام انا ده. عرفت مين سوما، بس اتكلمي يا بنتي وينها انت هي؟ وهي اللي في اللايف. شو التوب تبعها مبينة؟ يم عمر انت في عالم من ثاني. كومنتات اخواتي وحبايبي. سومي يا عيال، سومي لا ولا بنت يهمنا. ولا والدنا هو. ايه هني قصدهم سومي على عيال البنت. بنتن. ايه قصدهم على البنت. بنت. انا جبت لكم مرحبا. احسن. اهلا. كيف الحال؟ ما شاء الله. الحمد سلطان لله. خلي اللي عندك يضيفني يا سلطان. اصبري شوية سلمي عليه. سكر بوشنا. ارحب جوزيف، ارحب ابن عمر، هلا فواز. هلا سلطانا. يلا حيهم، يا هلا ويا مرحبا. حياك الله، كيف الحال؟ والله تمام. قبل شوي دخل قست مع واحد قال لي ابي جوزيف. الله والله. ايوه قال ابي جوزيف سويمي. ما بعرفه. تو راجع البرنامج كان قاطع. من وين؟ من الرياض كمان؟ مشهور قوي ما شاء الله عنده. ما شاء الله. رغد حوتك فيلن يا رغد حوتك فيلن. حي عينك طب لا تسوي كذا. حي عينك. يا رغد لا تكلفين على عمرك. حي عينك. عماله تدي لك الاسود واحنا مش واخدين بالنا. طب خش كل جوه هيدا عشان كرمال الاسود اللي حوت. بتنزل لك. عشان رغد ما غيرها، رغد صديقتنا يا سلطان. ازيك يا سلطان؟ والله تمام. ايش فيها صار؟ شلون هذه؟ ايوه عمر جربي تكلمين كذا. زين. ازيك يا سلطان؟ شو الحين؟ شو الاخبار؟ شو الحين؟ تمام. انت ازيك؟ لازم البني ادم يكون على طبيعته يا سلطان. وانت دايم على طبيعتك، اسلوبك حلو. خلي اللي عندك يضيفني عشان اوصل 10,000. كم باقي لك؟ ما باقي لك ما شاء الله. دخلت مع جوزيف كان 3000. ما شاء الله يا جماعة اللي ضايف ام عمر حبايب امهات ها ما يقدروش، ده بيموتوا فيه.
لا اللي مو ضايف ام عمر يضيفها. جوزيف ما ايش فيك هاد اليوم؟ انا لا ابدا، بالعكس بالعكس. هاد اليوم راكد شكله اول البث الكلام اخذ طاقتك كلها، السوالف والبستان. ونعست عفوا، شكرا شكرا والله. شكرا على الاضافه، شكرا تستاهلين والله، تستاهلين حبيبي قليل يا بحقك. سلطان، حبيبي شكرا. تعال. الله يعزك. يلا يلا نلعب. انا ومين؟ ويعني يا فواز انت طلت له انت على- وام عمر. هلا ليش اخبارك ايش؟ اخبارك ايش يا ام تكبير ذا عمر ايش؟ تكبير. يلا يا اخبارك جماعه ايش مع يا ام بعض عمر ايش؟ نكمل ها؟ مع بعض. يا ام عمر ايش؟ نعم يا يا حبيبي. مين؟ ازيك اخبار من ايش؟ اهل ودعاء يا حبيبتي، وانت من اهل هنروح هناك خلاص. اخر جوله دي هنروح نقفل ان شاء الله. جولة واحدة جه. اخر جوله دي اخر جوله هنقفل، وبعد كده نخش مع جوزيف بكره نتعرف على بقيه الناس. تكرم عيني. حياتك الله كم سنة؟ سلطان ها؟ اخبارك؟ ايش؟ اخبارك؟ تعبان يا فواز. سلامات. ليه؟ واحدة ضحكت علي. ها؟ ضحكت علي. كيف؟ ضحكت علي على اي صحيح. شفت لك مقطع بالاكسبلور فواز. ايش؟ اشوف سني طايح. شفت ولا لا جوزيف؟ لا ما شفته. واحدة سنها طايح فسوت زي كذا عشان فواز يقول لها حلوة بكل حالاتك. عن جد عم تحكي؟ مين هي؟ شو اسمها؟ سلطان ترى سلطان ترى انا هو ترى ما جيتك هنا حلقة. اي ما جيتني انا بتفاهم معك بعدين. وتهبلين تفين. ايوه فواز. فواز خلاص راح ارحب رورو. بس تبي الصراحة حلوين مع بعض. والله ورد إيه. ورد يشفيكي يشفيكي ورد. سلطان حتى انت سلطان والله سلطان انك حلون مرة ما تجنن. نجي الا من بعدك، احنا كلنا ما نجي الا من بعدك. لا والله سلطان والله سلطان من بعدك احنا. بس اسمع الدبل. سلطان هلا. بس هذا كيف يعني يعني انت ما شاء الله يعني تفهم يعني انت من انت الاحداث تسوي انك ايش تسوي انك الاحداث ثقيلا بس انت هنا تصير خفيف. كيف انا اصير كذا؟ كيف؟ يعني وش تبي بالضبط؟ انت علمني وش اللي تبي، عيوني لك. يعني مثلا انا ما ابغى يبين في وجهي اني انا مثلا انا فهمت؟ ما ابغى ابين. انت ما شاء الله مو باين. كيف والله يا تكوى. يعني الحين دقيقة فواز، انت تسأل عن احد تدور شيء؟ لا انا انشدك انت. انا خفيف؟ لا ما انت خفيف. انا اثقل واحد بالبرنامج. معروفا يا سلطان والله معروفا. بعد جوزيف. المعروف ما يتعرف يا سلطان. تدري عاد من اخف واحد المعروف لا بالبرنامج؟ يتعرف يابا. مين؟ انت. من انت بعدك؟ تركي بن خالد. من بعدك انا من بعدك. وليه اتكلم مصري؟ وليه خلاص هنكت، عايزه انام، عايزه اروح انام بقى. يا ام عمر انت في وعد وانا في وعد. اتكلم مصري يا فواز بعد اذنك، عايزين يتكلموا مصري كده. طيب ايش؟ مرة ايش؟ ده احبك ايش؟ ليه مصر بتتكلم كده؟ طيب كيف ايش؟ سلطان ابغى بالقليل المحاولة حلوة يا ام عمر كانت. سلطان بعد اذنك يا سلطان، ايوه خلي اللي عندك يضيفني عشان اكمل 10,000. يلا اوكي. كم باقي دقيقة؟ باقي 800. يلا يا جماعة كلكم سوا باقي لنا 800. يلا الله يا يستر عم عليك. تستاهل ام عمر انت تستاهل. وصلوها 10. حبايبي ان شاء الله يخليكم ليا. عسول الله يسامحكم. ايوه انا داري شكرا على كل الاضافه. داري عن شكرا. ايش؟ اننا نحن دحين صرنا نجيب لك النومن.
ما بكره تجيبون نفتح النوم يا كده عسل، جزء أنا نبقى خلاص 20، بعده نفتح نبقى 30، بعده معه نفتح حق. يبقى 40، معه بعده حق. نفتح يبقوا 50. فوازن بعالمه الخاص، ام عمر بعالم المتابعين، وانا نص غافي نص واعي، بده يغفى الزلمه. معلش سلطان زعلان. ايشن، سلطان ايشن، سلطان أنا فين؟ بعد بغفى بعد القسط. شكرا على الاضافه، شكرا شكرا. وانا بعد سلطان القسط خلاص بقى اروح انا كمان. كم باقي لك ابو عمر؟ باقي لك 500. خليهم يوصلوني يا سلطان انت وجوزيف فواز. تعالي تستاهلين معه وصل. يا عيال ضفاع، يا ضفاع، عيال كلكم سوالف طق 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 وينتهي يا الموضوع جماعة يا عيال. جماعة يا كلنا جماعة، كذا طق اللي بس عنده خلاص اللي وينتهي عنده الموضوع عيال. كنزي كفو الله والله، يسعدك، الله شكرا يسعدك. شكرا. يا عيال كلكم طق طق كذا وينتهي الموضوع عيال، بسرعه يلا يا عيال. ما بندر من هنا لين ما توصل 10,000 يلا. يلا يا حبيبي خلينا نوصل 10,000، خلينا نروح انا. لا تدلعين انت تسوي لنفسك كذا، لا خليك كذا. يلا عيال. فواز الحكم الحكم الاول فواز. انت فواز. انا ايوه الصفرة يا منى. انا عارفه الصفرة. الاحكام عندي جايب كلها كلها عن جوزيف. لا كلها. لا سلطان، اعطينا من عندك كمان الحكم الاول. زفت فيك لابس ثقيل، برد عندكم. انا حاسس ببرد مع انه العالم كلها لابسه تيشرتات، ما بعرف شكلي مرضان والله. تعال شوف الحراره، تدري عندنا بتوصل 40، بتوصل ما وصلت. هلا انت عارف يا سلطان احنا عندنا في مصر لغايه دلوقتي الجو لسه ساقعه، الجو ايش؟ استنى لسه برد. كنزي يا شكراً. يا ام والله لسه عمر. برد. تقوى يا ام شكراً. عمر. ايوه على فواز. بدور استنى، مكبسين. في واحدة اسمها فاطمة تقول إذا قالت فاطمة أموت فيك أسوي لها إضافة. اموت فيك يا فاطمه يا جميله، فاطمه يا عسليه يا اللي منوره جمهوريه مصر العربيه. طيب الحكم الأول. الحكم الأول بيقول إنه فواز سائح مصري، سائح مش مصري، سائح بمصر، وصل على مصر وإذ بتطلع قدامه أم عمر اللي هي الدليل السياحي، وبيطلب منها إنه تاخدوا جولة على أهرامات مصر وعلى أهم المعالم السياحية بمصر. أنا فهمت إيش. وهون بصير مشكلة انه فوازا ببلش يحس بدقات قلب سريعة، وبحس انه اضافه يا حبايب ام عمر. اسمعوا، وبحس انه بلش يحبها لأم عمر اللي هي المرشدة السياحية. سلام. بقرر انه يعترف بحبه لإلها بآخر المشوار، ولكن ام عمر بترفض قطعا نهائيا وبترده لبلده خائب الله. شو فوازن، حلو الحكم او لا؟ كله حلو لكن في شوية غلطا. ام اللي هو عمر ما فوازن تبي انه بدال عمر تمثيلا. يا أخي لا، ترى أنا ما يحبن بعدين يقول لي إيش فواز ما أدري عندك إيش. حبا. أيوه يا جدع، ام عمر حط يا جدع ده الفلتر. مش حكم، ده مسلسل يا جدع. انت جوزيف. جوزيف استاذنك يبعد لي انتم الموجودين بالقسط. حبيب فواز قلبي ايه اكيد شكرا أكيد. شكرا. ده يا يضيفوني، خليهم يضيفوني يا سلطان، ناس حاجه يا ام بسيطه. عمر ضافوك، انا حضيفك حواصلك لل10 مش حنام غير ما توصل ل 10,000. نفذوا الحكم. كيف أنا ترى ما فهمت. اوكي فوازن، انت رايح عامل زياره سياحيه على مصر، وبتطلب انه يكون في دليل سياحي، مرشده سياحيه. تجي ام عمر هي المرشده، بتدلك على الاهرامات، بتاخدك يعني جوله بمصر، اخلع وبتبلشوا يعني تواصل وحكي. واذ اللي بيصير يا فوازن لا صح إنه- كده يعني تحب ام عمر. صح بدك تحبه. هلا ما ضروري يكون في قصص حب وغرام وهيك، بس انه في هيك يعني بكلمه كلمتين تقولون وهي ترفض نهائيا، وما تكبروا الموضوع عادي يعني انتم بطريقتكم. ام عمر حط الفلتر. يلا اخوي، احلى فلتر في الدنيا بس كده. فوازن اذا في ازعاج بالهيدا فينا نغير الحكم. استنى. لا لا عادي. احلى فلتر. هيدي شو؟ انت وين؟ انت مع الزرائب؟ ارجع لا احسن. يا ستر يا رب، انا في جردل الزباله.
ينعم ينعم. لا لا لا، بعد الشر ربنا يكفيني الشر يا رب. يا اوكي هيدا منيح. يلا يعني كلها ما في فرق سواء كذا. ايوه ماما، ايوه عشان ما. يلا طيب يلا. السلام عليكم. ايش اخبارك؟ عليكم اخبارك ايش؟ زي الفل. طب استنى هحط لك فلتر يعجبك. استنى. لا ما اقدر. لا تتبعي خالك. الله يرحم والدك لا تسوين كذي. المهم انت مش تغري تصيري خفيفه كمان باخر الجوله. اوكي يلا. يلا. وإذ بيوصل السايح فوازا من أرض السعودية لأرض مصر، وبيلتقي وبيطلب إنه بده مرشدة سياحية لتكون متابعته بكل رحلته خطوة خطوة، وما إله إلا المرشدة السياحية فلورا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله. انا بيابانا جايين هنا، جايين سياحين. كيف؟ نورت وشرفت يا فندم. فندم انتي وجاكي. فكيف نروح؟ تمام يا فندم. حضرتك نازل على فين يا فندم؟ فندم انتي لا تقول فندم يا أستاذ. يلا أم عمر فوتي إنه أنت الجولة وبدنا نبلش الجولة هون وهون 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 وهون. يلا يلا. أهلا يا فندم. حضرتك هتوصل على فين بالظبط؟ أنهي أوتيل؟ ما بروح محل انا فندم. أوكي. حابب تتفسح الأول يا فندم وحابب تتغدى، ولا حابب تروح على الفندق تريح وتاخد دش ونستنى حضرتك بالليل؟ أم عمر أنت مرشدة سياحية، يعني أنت بالنهار شغلك بالنهار. أنا بقول له حابب إنك تروح ترتاح ولا إيه بالظبط؟ يلا فوزا الا عبالي روح على هون وهون وهون وبلشوا بقلي مشوار لمطرح واحد يعني. اوكي يلا. طيب خلاص. انا بس بفتح الباب وندر. نعم. ابى ارجع للطياره. ايش فيك يا فندم؟ ليه؟ احنا زعلناك في حاجة؟ حضرتك احنا شركة سياحية محترمة. ليش يا فندم عايز ترجع؟ الكل ما احترمن. انا بروح على الطياره. حد مضايقك يا فندم؟ ايوه. مين يا فندم؟ انت يا فندم. ليه بس يا فندم غلطت فيك؟ كيفن؟ احنا تحت الامر يا فندم. انت فندم. أم عمر استعملي أستاذ بدل أفندم. حضرتك يا استاذ. لا فندم احلى. أفندم لأنه بالمصر، بس هو بتحسس منا للكلمة فواز مش عارف ليش. فواز بدكش تعمل الجولة تروح على الأهرامات بالقليل تشوف أم عمر إذا شاطرة بالتعريف له أو لا. يلا حضرتك حابب تروح يا استاذ في انهي حتة بالظبط؟ ابغى لي ذا كيكن بس وابغى عصير. نعم. ابغى عصير وكيكن. عصير يا استاذ؟ من عيوني نجيب لك. مرة من عيونك. لا تقولي من عيونك. يعني عيوني مش عاجبك وفندم مش عاجبك والشعر الملون مش عاجبك، امال يعجبك ايه؟ خلاص يا حبيبي انت هتدلنا في شغلك ده. انا اشوف لك شغله تانية. اجري. بروح ولا من زين وجهك والله. ايش فيك؟ من زين وجهك. ايش فيك يا جدع مالك؟ من زين وجهك. يلا ابى ارجع. يلا ما ترجع ولا تروح نعمل لك ايه؟ يا استاذ فواز اهلا وسهلا فيك بمكتبنا حبيبي. خبرني شو صار، شو هالمشكله اللي صاير؟ دوموزيل فلورا هي من اقوى المرشدات عنا وما شاء الله ما في حدا ما ظهر. ما كلمته في اي شيء مش عارفه شو المشكله بيعمل يا استاذ فواز؟ يا ريت لو تعطينا الشكوى ونحن بنتعامل مع الموضوع. عملت اي شيء معك مدام فلورا؟ شو يا فوق لي
شو المشكلة كيف؟ يا اخي انا اجي اتكلم معاه تقول فلورا، نحن قبل وصينا معك بهذا الموضوع تنتبهي للزبائن تبعنا، مش الكل بحب الغنج. ترى في عالم جاية هون مرشدة بدها تتفرج على السياحة، منا جاي بغض النظر من جمالك وانك اخذي لقب ملكة جمال مصر لعام 2001، بس الاهم هو هون ارشاد سياحي. بحبك ترت يا فوز يا ترت. فلورا حبيبتي، انت مطرودة من الشغل لانك انت غير كفؤة، وانت غير قادرة على انك تضبطي مشاعرك، غير قادرة على انك تكوني بروفيشنال بشغلك. الله والنبي معك، الباب مفتوح. مع شكرا لك. السلامة. يلا باي تيجي باي. انت وفواز روحتي لنا اهم زبونات عنا، روحتي لنا اهم وارقى زبونات. الشغل على قفا من يشين. يلا انت من هتقطعني. زوجك هو انت اللي هو انا رزق عليك ولا ايه؟ ده انا رزق على ربنا. مع السلامة. بكره راح اشوف لي افخم شك. ما حقرب ده انا مدام اخرس انت. ده انا مدام فرولة اسمعك لك ستات. تخيلوا عيال فوازن ايش عاوزن حيلي عني. قالت ايش نعاوزن حيلي عني. لا لا حد يسجل. انت عايزه تفضحيني ولا ايه؟ ناقص 300 متابع يا حبايبي. خلينا نكمل 10 صفحات نروح ننام. فواز ايش نندم ما ادري استني. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. رضا هلا والله، كيفك؟ شلونك جزيل؟ الحمد لله تمام. فواز، انا عمر. يا عيال انس من هلا. فيلم هذا. هلا يا مايكل. مايكل. هلا والله. هلو. شو الاخبار؟ شو الخير؟ بقول لك ايه حبيبي، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ هلا والله يا ام عمر، عامله ايه؟ حبيب قلبي ام عمر. انت اتخرجت. خلي اللي عندك يتابعني. ضيفني انت، ضيفني. دقيقة انت شو ما مضايفتني؟ لا الايميل التاني عادي محظور 3 ايام، فانا قلت اعمل واحد احتياطي. خليهم يضيفوني. ضفتك هذا هو شباب، ضيفوه. خلي اللي عندك يضيفوني كلهم. اوكي. عصبي يلا عصبي عشان يبقى عندي واحد احتياطي. ضيفوها شباب، تستاهلوا ام عمر. ان شاء الله يخليك ليا. ازيك يا ليدر؟ مدللين الحمد لله والله. انت شلونك؟ شكرا. اخبارك واخبار صحتك واخبار دنيتك؟ كله تمام والله. ايه شكرا. رايك في الشعر الجديد ده؟ والله حلو كلش. فواز وريدر بتعرفوا بعض؟ والله طلعي ولا صغرا بيك على راسي من فوق. بس والله حلو فيا؟ الصورة كلش صغيرة. موجود حسابي الاساس بس محظور يومين، فانا قلت ايه اعمل واحد احتياطي. اذانا يا عمر. مع السلامه فواز. لوين فواز؟ منو تلعبون؟ نلعب طبعا. يلا هو منو؟ حد يشوفك يا ليدر ويقول لا ده انت حبيب عمر. القلب وحبيب الملايين. يا بعد محمد قلبي. كريم فين؟ قول له ام عمر موجوده هنا. موجوده عندك؟ لا والله. طب يلا يلا نلعب انا ومين؟ ثواني انا واخونا ده. يلا ليتس جو. خلي اخوك وخلي ما عمك. جيت عندي الجولة اللي. عندي نعم؟ اذانا عنده الأذان هلا عنده. يعني ايه الاذان؟ هو الاذان ممنوع ان احنا نلعب؟ ما ادري. وات يا ولا. زين انا ما عندي اذان. عندي خشب. طب يلا يا جوزيف يا حبيبي، انت عايز حاجه مني؟ اروح اقفل انا بقى. لا ام عمر خلينا نلعب جولة وروحي بعدين. ماشي يا حبيبي. الله اكبر الله اعظم. الله اكبر الله اعظم. الله اكبر الله اكبر. سيبيني بالفلتر ده. تصبحي على خير يا حبيبتي. حق يصلي الله بالليل؟ اكبر. واحد يصلي؟ شباب فواز. اخرس. انت عايز نشيل الفلتر؟ خلاص سيبيه سكوتش. فواز معلق لو يعني. ولا خلك عالي فين يا ابني؟ انت يا ابني خلك عالي يا عيني. لا اله الا الله محمد رسول الله حبيبي. عيال شكرا لكم جميعا. ذا جديف ام عمر انت اللي احترم
شكرا يا عيال، والله يعطيكم العافيه يا عيال. اذانا عندنا وبروح اصلي عيال. تامر مشين تبون شيئا؟ مقبول يا فواز. لا انت حبيبي، حتروح تصلي بس ما احترمتني يعني، ما ادري انت اللي شنو يعني حبيبي، ما تقبل الله. انت تقول ايش؟ انا اول لما قلت اذان انت ايش قلت؟ ما قلت شو قلت، ما عندي اذان. بعدين ايش؟ ما عندك اذان بعدين ايش؟ ما عندي اذان جد يمي، ماكو اذان حاليا. انت تقول اذان وايش كمان؟ لك اذان لو خشم عادي شنو يعني؟ شكرا. عيال الله يعطيكم العافيه، وان شاء الله اقابلكم يوما لاحقا. اوكي تمام. فوازا حبيبي. شكرا فانسين. شكرا لك. طبعا هسيبك تلعب مع جوزيف بقى الليدر. اوكي اوكي ماشي جوزيف؟ ايه اللي بدكم اياه، والله انا ما عنديش، بس مهم ما تكونوا زعلانين. لا لا انا مش زعلانه والله، انا بقى تعبانه عايزه اروح انام، مش قادره اقعد بقى اكتر من كده. تكرمي. احترمي الاذان شويه، انا كنت شايفاني انا قلت ادبي. احترمي نفسك انت الاول. يلا مع السلامه يا جوزيف ليدر حبيبي. يلا مع ما السلامه. كنت لعبت رباعي، مين عنا رباعي بتاعنا؟ خلي اللي عندك يضيفني يا ليدر عشان اوصل 10. يا تكرم عيونك، احلى اضافه يا جماعه. ضيفوا ام عمر، ضيفوا لنا ام عمر، وصلوها. ما وصلت 10000 بعد. شباب انا ساكن بتركيا، عشان اللي عندي كلهم تعبانين وعايزين يناموا. عندي بعد هواي يعني، بعد تقريبا لا لا مش قادره، خليني الجوله. الساعة و الاف ما مبينه عندي الاف. تعبانه. لا مش قادره اقعد اكتر من جوله، تعبانه انا عايزه انام. جيب رابع نلعب جولة وتروحين عمر، لو تريدين شو اسمه تروحين. عايز نلعب جوله. انا راح اروح اترخص. جوزيف ترخص انا وعمر. ليه ثواني خليك يا حبيبتي. هلو ليان. عبد الله حبيبي ما قال محترم والله، قال انت ما يعرف الضايع ولا تعرف لا حد في شيء. بس ما حد. هاي هلو ليان. هلا والله. مساء الخير، كيفك؟ سنور كيفك؟ بتعرفي ام عمر ريدر؟ تشرفنا. كني ام عمر شفتها بالستوري. ماشي هلا بك. تلعبوا؟ يلا. ايش رايكم بصوتي؟ تعال شوفي يلا. جوزان يلا نلعب؟ يلا يلا انتم اختاروا قسموا، ما اعرف. ناخد ليدر معاكي. اشرب ماء. جايز يلا نكبس نشتهينا. وش بتسوين؟ وانا كمان يا جماعه عندي اخر جوله وبنقعد شوي نحكي ومن زعلتي؟ ايوه ليان شو الاخبار؟ كيف الصحه وكل شيء تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. كل المشرفين راحوا ناموا. كبسوا جايز كبسوا. سيجارة لازم نعيشها. لا لا شغل الناس الحلوه دي. ايه الاذان الدنباء. لا بعد فيهم يسمعوا اغاني باخر الليل. هدى نورتي يا هدى، عملت لك اضافه. ضيفيني ايه حياتي ايه يا بت. ضيفيني يا هدى. مين هدى موجوده عند ليان عم ترد عليك؟ لا لا دي هدى دي معايا انا. حبيبتي يا سلمى يا نور عيني. في حدا عم يرد عند ليان صح؟ صباح الورد. التاني محظور يومين يا هدى. التاني محظور يومين. ضيفيني هنا يا حبيبتي. نورت، شفتك كنت داخله. هذا 5 دقايق يجيك النهار. يلا يا جماعه نوصل 1000 فوق قلب. محظور يومين 2 وانا قلت اعمل واحد احتياطي. نوصل 1000. سيجار. دفتك يا روحي وانت كمان. عيب يا جايز، وش اللي يكتمي واكتمي؟ تحبون الدواد، تبي تسمعون هنا سوالفنا صح؟ هذا اسمه يا عمري خلاص يا بنتي، ولا 5 ايام وخلاص فات من يومين. بحبك وحشتيني وانت اكتر. ريدر انت اليوم مش على بعضك ابدا.
لا والله معلش هو بيجي ساعة الفجر كده الواحد بيبقى تعبان وعايز ينام. 31 ورد. سارة شكرا يا سارة، شكرا يا نور عيني. ورد 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 من شباب عندي ومن ورد عند عندي ليدر. ورد يا وعند حبايبي. ليان لو كفو يا سمحت. سارة، 31 كفو يا وردة. عمري. لقيتيني يا سارة انا هنا. بليز. عن اي خليني شكرا. ورد من عندك ومن عندي يا جوزي، من عندك يا ليدر. ورد يا رزق لي حبيبي. سعادة بالدبل. 10 وردات يا جماعة. ورد 10. ورد ورد. ده انا عندي نزول ولا 500 ورد. كفو يا سارة ويا سارة. كفو يا شكراً. كفو يا سارة، وحشتيني. لقيت دورت عليها ولقيت. قلت اعمل ده احتياطي كده عشان يبقى عندي واحد احتياطي. التاني يتحذر يبقى ده موجود، ده يتحذر يبقى التاني موجود. يا شيخ انت روح دزم هاي العنسي. انقلع ضف وجهك. سارة يا سارة يا عمر الدبل يا جماعة. وحشتيني. كفو يا بعد سارة يا أسعد. بعد شكراً. راسي. كفو يا هدى. كفو يا سارة. كفو يا سارة التانية. كفو يا لا يروح سارة. دبل. فطوم شكرا. بتستاهل. دبل يا جماعة لا يروح. ام عمر وحشتيني. وينك انت؟ انا موجوده يا ساره هنا يا حبيبتي. ساره ويا ساره موجوده. ازيك يا ام عمر؟ الله يسلمك يا ساره وساره. ازيك يا نور عيني؟ التاني اتحذر يومين. يا بعد راسي يا ساره. دورت عليا لقيتني وانت اكتر. التاني محظور 3 ايام، فات منه يومين وناقص يومين. وانا قلت ايه؟ Guys. مش عارفه اتكلم. قلت اعمل ده احتياطي كده يكون موجود شويتك عندي بليز. احتياطي. ما هو فات شير يومين يا بنتي يبقى ناقص شير 3 ايام. شير. قلت اعمل ده احتياطي وايه ويبقى عندي واحد يعيش. كلنا بنحبك يا ام عمر. كل الستات احلى ستات في الدنيا، واحلى ناس واحلى بنات. باخذ نفس جوي احس. انا نفس احس فهمني من دون لا ما عليك، نورت في اي مكان يا عمري. ام عمر نعم. ركزي معنا بالجيست. ليان اول مرة بتشوفيها. ريدر مشتاق لك جاي يسلم عليكي وانت يا قاعدة جدع بكل متابعيني بيدوروا عليا لاقوني بيسلموا عليا. في ايه مالك يلا هلا عندك بعد 40 ثانية حتروحي. يا انت جدع؟ ساره تابعيني. دعم عندي بتقول لي ازيك يا ام عمر، بسلم عليها وبكلمها ببوسها من هنا ومن هنا. في ايه مالك؟ 40 ثانية 40 ثانية يا حبايبي واخواتي واصحاب السكور. اخر جولة خلينا نروح ننام. مش فيك يا جدع؟ ما فيك تغزونا يا يا ليان سارة. وريدار. بس ام عمر أنت هنا يا أم عمر. رايح اكونتها الاساسي وهلا لالتقت بمحبينا بعد طول غياب. دخل. جايز. من هيك هي عم بترحب فيهم مش اكتر. بس معلش يا حبايبي انا مزعجة شوية بس. خذي راحتك يا ام عمر. خذي راحتك. شكرا يا حبيبتي يا ليالي يا كملي حبيبتي. على اللي انت عاوزاه. يا نور عينيا. انا التاني اصلا محظور يومين. احلى واغلى ام عمر يا عسل. جايز. حبي ليك يا لا ساره. يروحون. جايز لا يروحون. عملت لك متابعة يا ساره. كفو يا جماعة كفو. شكرا. اوه الحكم الاول. لا يا جدع حكم على اخر الليل. ما فيش حكم. يلا نروح ننام خلاص. خلاص روحوا ناموا. يا روحوا سارة. روحوا. خلاص اصلا انت السلامة يا حبيبي. ريدر اليوم وجهه بيقطع الرزق. معلش. ام عمر حكي كل الوقت. يا جدع اخر والله الليل دزيت لي للاسف بطاقة اخر الليل وعايز ينام. اول ما فتت ذاك ما احترم ما حد يقول لي فهمك ريدر. ايه يمكن. لا بقول لك ايه، خليك فريش. غير لي المود غير بس لي المود يمكن كله. بس يمكن مش بقصده ريدر. ما تاخدها. انت اللي ايش بسيطة بتصير. يلا شباب جزء وليان استري ما شفت منه. اسمع على خير. والنبي يا اخويا ليدر عمر واحدة هنا من الناس الداعمين اسمها امريكا ديت تقول لك ضيفها ضروري. عايزاك في كلمتين على الخاص. انا منيح. انتو كيفكم يا جماعة؟ فطوم. اول شي خلوني بس اتشكر لانه ما كانش عندي وقت اتشكر كل حدا دعم. كل الداعمين والمكبسين واللي اشتركوا بهيدا القلب اللي فوق. واللي شيروا واللي كتبوا كومنتس حلوة وبشعة وكل شي. والله شكرا للقلب. اليوم مغناطيس مشاكل. والله يا جماعة ما بعرف. مع انه الطاقة حلوة اليوم. يعني طالعين بإيجابية.
مهم تكون وصلت 10,000 ام عمر لحتى تنام مرتاحة. مهم تفوتوا جو، انا بحبكن قد الدنيا. ما عم بيطلع لكم اشعار؟ انتم مفعلين الجرس يا جماعة؟ انتم مفعلين الجرس؟ بتخيل لازم تفعلوا الجرس. القلوب القلوب، شكرا تيراميسو، شكرا اولي، ثانك يو. جوزيف اغنية بلا ما نحس قبل ما من عيوني، هحط لكم اجمل اغنية عندي. خبرتكن يا جماعة عن دعاء وعن عزة والكل، ما كنتوا موجودين. ما سمعتوا. هلا ان شاء الله بيكون حدا اخذ هيك الفيديوز بحطوهم ان شاء الله، لان ما بدي يكون عم برجع اقصر بالكلام وكون ناسي شي وقول، عرفتوا؟ لازم يعني اعطيت حق كل شخص باول ما بلشت اللايف، قلت لحتى ما مسيو مور سجلوا ان شاء الله. جو بلا ما نعيد طالع. خلص يا جماعة، خلص موجودين كل شي. نحكي بشي تاني قبل ما ننام وقبل ما هيدا، زمان ما قعدنا سوا. ناسون عينين؟ ايه ناسو والله، مع انه ما كان جايين ينون. يا جماعة انا مش زعلان، بالعكس يا حبيب قلبي، والله بالعكس انا مبسوط فيكم، بحبكم قد الدنيا. يا يوزر شكرا، سي بي بي، ما بعرف شو الاسم. الازرق مين بالك؟ البنيز جنتلمان حبيبي. على فكرة انا هي لون الازرق من الالوان اللي بحبها بصراحة. انت كتير تحب التمثيل، ليه ما بتدق؟ لا يا جماعة. امبر، امبر، هلا والله، لونج تايم. Where have you been امبر؟ البيبي بلو صح. I watch all the time. I'm so sorry, I didn't recognize you. I usually I don't remember the name user because there is a lot of users every day, so that's why I have totally forgot. I'm so sorry جوزيف. عملنا تشنجات لعيونك ضروري. نظرة أشعة ليه؟ جوزيف صالح ما راح عند نبيلة. امبر I know. ايه ما راح. يا جماعة أنا اكتشفت شغلة كتير مهمة بهيدا البرنامج، اسمحوا لي لكم إياها، بس ما تقولوا أنه أنا عم بقول عن شخص معين، لو سمحتوا ما تركبوها على اسم حدا، بس خلوني هيك أقولها in general. اكتشفت أنه مش كل العالم مثلي ومثل بعض الجستات. في كتير أشخاص الهدف تبعها هو الإكسبلور، ويعني مستعدة تضحي بأي شخص عشان الموضوع، كتير عشان هيدا الموضوع. حتى ممكن انه يعني مثل بعض الاشخاص اللي انا معها، يعني حتى ممكن انه يتلبسوا شخصية ما بتشبههم بس لحتى يحسسوا العالم انه هن هيك، او يعملوا قصة مع حدا بس لحتى عن جد الاكسبلور.
او يمكن قصص غرام وتمد وتصير يعني لمرحلة يعني فوق الطبيعة بصراحة يعني. بس لأنه كرمال الإكسبلور وتعلى نسبة المشاهدة وهيك. ف هيدي مين عم تكتب الهبلة؟ لا يا جماعة ما تحكوا، لا في أشخاص أنا ما تسموا لي هيك، بس في أشخاص تستغل قصص مش بحاجة لها. لو سمحتوا ما تسموا أسامي، لو سمحتوا، لأنه ما بدي يطلع من عندي أنا شي أنا مني قايله يتحط على أشخاص، لو سمحتوا. ومني قاصد حدا، بس إنه أنا يعني تابعت كم شغلة وشفت يعني أنا أشخاص كنت يعني شوفهم من منظار، شفته من منظار تاني يعني للحقيقة. خلص بتعرفوا شو، أنا تعلمت إنه ما لازم أحكي كل شي براسي، لأنه بس بلش شوف هيك الكومنتات بعرف إنه في عالم ما بتكون معي على نفس الموجة ومش فهماني أنا شو بكون عم بقصد أو شو اللي عم بحكيه، بس اتس اوكي هيني. انت صو ماما أمل اشتقت لك حبيبتي، ماما أمل. ايه لا تعدينا زمان جولة ايه لا خلص الموضوع خلص. لا ما في صوت مطر يا جماعة ابدا، لا ما في شيء. بس انا نفسي والله نفسي انتوا الاشخاص اللي عندكم مشكلة مثلا مع جوزيف، ما بعرف شو هي، ما بعرف يمكن مستفزين، ممكن بتستفزوا من كلامي من حكي، يمكن شكلي يعني بعملكم استفزاز، بس شو جابركم تبقوا باللايف؟ شو جابركم تبقوا باللايف؟ وقاعدين تكتبوا كل هالكومنتات اللي بتشبه خلقتكم. ليه يا خيي ليه؟ ما انا اذا مني وعلي يا خيي بظهر من اللايف وما بتعب حالي. اذا لقيت شخص اول شي مزاجه مش على مزاجي، حكيه كتير بعيد عني، انا ليه بدي اقهر حالي وابقى قاعد؟ ليه بدي اقعد هون؟ ليه بدي اقعد احضر بهاللايف؟ والله ليه؟ مين جبركن؟ يعني مش مضطرين. انا ماني حامل المشاية وعم بقلكن قعدوا هون عادي، انه اذا انتو جايين بس لتضلكن تكبوا سم وقهر وتقولوا هيدا مش محتواك. على فكرة لحظة شوي، اوعى حدا يقول لي انا باخد محتوى حدا، انتبهوا كتير منيح. ما بعمري اخدت حدا محتوى، لانه محتواي موجود مني وفيه، مني بحاجة لأي حدا يعطيني محتوى. تاني شغلة، ما بعمري قلت لحدا روح قول لحدا يفوتني معه، ما بعمري ولا بقولها، لا هلأ ولا بعد مليون سنة، لتكون بعلمكن. الأشخاص اللي بعرفها ورفقاتي أكيد بفوت معها لأني بحبهم وصرت بعرفهم، هاي الشغلة التانية. وما بدي محتوى، لأنه لو بدي أعمل محتوى من الأشخاص من أشخاص تانية كنت فيني أعملها زمان، بس ولا مرة بعمل محتوى شخص تاني. لازم أنا أكون محتوى لحتى أنا دايما ضل، لأن الشخص التاني مش موجود. تمام؟ فلو سمحتوا يعني خليكن شوي طبيعية. ايه واضح. والدليل هيدا، وما قلت له الدليل انه ما قلت اسمه، بس انت مصرة تقول الاسم. انا ما قلت اسامي حدا، انا عم خبر القصة لانه شفت شي بعيني ما حبيته وكنت مخدوع ببعض الاشكال يعني، وعادي بحكي انه انا كنت مخدوع عادي. هلا انت بتحب تحطي هالشخص شخص تاني، مشكلتك مش مشكلتي. عم بحكي بشكل عام in general. انت حبيت تشخصني، هيدي انت في سلة تحت باطك نعارتك عادية. ويا جماعة للمرة المليون، واليوم آخر مرة بسمع باسم رشوش بالبث، لو سمحتوا الموضوع انتهى، ما بدي لا منكن ولا من أي جاست يحكي بالموضوع. أنا قلت لكم بحترم كتير إنه في أشخاص
بتحب جيست انا يمكن ما بقى اقدر اطلع معه. سو انا ما عندي ابدا مشكله انكم انتم تكونوا موجودين، بالنهايه هيدي حريتكم وانتم حقكم انكم تكونوا موجودين عند كل العالم. انا بحترم الكل، واكيد ما عندي ولا ادنى مشكله انه تكونوا موجودين عند مين ما كنتوا تكونوا. بالعكس ترى اذا انا عندي مشكله مع حدا مش معناتها هالحدا ما بيسوى، ومش معناتها هالحدا ما بقى ينحضر. بالعكس انا عندي مشكله هيدي بيني وبينها شخصيه. يعني انتو عادي، الحياة بتكفي، انتو موجودين على تيك توك، متابعين لكتير اشخاص، بتكفوا عادي القصة. ما تحكموها وما تكبوا قصص مش حلوة تجاه الشخص التاني بس لانه انتو واقفين يمكن مع جوزيف. يمكن بجوز مش انا اللي على صح دايما، بجوز انا اكيد غلطان، لانه ما في مشكلة ما بيكون في طرفين غلط فيها. بس اللي بدي اقوله انكم يعني انتو كموجودين يعني ما ضروري. انا بالنسبه لإلي ما ضروري يعني شو اسمه يصير في اي مشكله. انا ما بغلط على حدا، انا بس كون غلطان انا مني لحالي بطلع بعتذر، وما في داعي. انا مني من الاشخاص اللي بتزيد الطين بلة. وانا اذا غلطان عندي التليفون، وانا بصراحة كتير اكبر من اني اعمل من مشكلة ترند. انا بحل مشكلتي على التليفون بكل رواق وبكل احترام وعادية جدا، عادي جدا جدا جدا. كل يوم فينا نكون على سوء تفاهم مع اي شخص، كل يوم متعرضين لهالموقف، بس مش كل يوم قادرين نطلع ونعمل من سوء التفاهم تبعنا بلا لزوم قصة. تجاهل اكيد التجاهل كتير مهم يا جماعة. انا مع الواحد يتجاهل، بس بينوا حقكم وتجاهلوا. لان في ببعض الاحيان في عالم بتستغل الاشخاص وبتستغل طيبة والموقف لحتى تعزز موقفها. بس لا، يعني في مطارح لازم تبينوا حقكم واسكتوا خلص. بتكونوا انتوا بينتوا اللي بدكم تبينوه وخلص، عملتوا اللي عليكم. لوك جديد ان شاء الله ان شاء الله. كل انسان درس اكيد يا ليلى. ما انا منزل فيديو عن هالموضوع، قلت لكم انه كل انسان بيقطع بحياتنا، هي مثل كوت او عبره. كل انسان بيقطع بحياتنا حيكون درس، ممكن درس حلو، ممكن درس ما ننساه، ممكن كل شيء. اللي يجيبوا اشخاص لو سمحتوا روحوا لعندهم. اوكي، انا حاليا ما بقاش بدي حدا. انا حاليا قلت لكم انه حتكون هيدي اخر جوله وانا قاعد شوي مع متابعين. اللي يبي شخص موجود، الشخص اكتبوا على اسمه وشوفوه. تمام. لا انا عم نحكي subject in general يا جماعه. امتى رح نشوف جوليانا؟ ان شاء الله هيدا الويك اند، ان شاء الله هالويك اند. ليش ما تقرأ تعليقي؟ والله مش قصدي، مش مستقصدك انت شخصيا، بس مرات الكومنت بيطلع اسرع مما انه انا نظري يكون اقراه. كل شيء في حياتنا هو درس، صحيح يا نور؟ نور ما خبرتيني شو صار بالقطط. هل انت شو صار معك؟ ردي مش ردي؟ لانه ما بقى الجيران ما بقى يحملوهن للبسينات ابدا. يعني صدقوا انا سافرت جيت لقيتهم حاطينهم برا على الطريق. سيرلا اهلا اهلا اهلا.
وأنا كمان أول مرة أعلق عندك وما شفت تعليقي ولا مرة. نعتذر يا شوشو. السفرة الجاي ما بعرف، بكرة بنشوف وين الأيام بتحطنا. يا جماعة انتوا اللي هون عم تعملوا فترة تكتبوا كومنتات عن الموضوع، ما خلص الموضوع نحن يعني عاملين منه انتوا قصة، وهو ترى انا ما بلك شو بأجري بقى للموضوع. خلص موضوع عدى، خلص الموضوع. يعني ما تعملوا سنتر حياتكم، الحياة مستمرة، عنا أشغال، عنا 100 شغلة نعملها لو سمحتوا. خلص حابين ترغوا بالموضوع ارغوا فيه انتوا واهلكم اذا هالقد المواضيع بتهمكم، لانه الموضوع منه موضوع اساسا. يعني ما بعرف كيف انتوا سمحتوا لحالكم تعملوا منه قصة. خلص ما بسكروا، كأنا بسكروا بيرجعوا بيجوا بيكذبوا. anyway انتوا شو فهمتوا من الموضوع؟ رح لكم اياها الخاتمة. يعني شو ما فهمتوا من الموضوع، ان كنتوا موافقين على انا شو عملت او موافقين على الطرف الثاني شو عمل، رأيكم مش هممني، تمام؟ وخلوه لإلكن. انسحبت، عملت بأصلك، ما بهمني، رأيكم مش مقدم بحياتي. عفوني منه، خلوه لإلكن. شو بيقولوا، اعملوه محور حياتكم انتو ببيتكم مع أهلكم. خليه يجيب لكم إفادة لحياتكم، لأنه لا أنا ذاكره ولا حدا بقى متطلع فيه. يعني ترى انتو مكبري انتو يعني على الفاضي، وانا حر اعمل بريحني. اذا انتو شفتوني انا هيك هالقد كنت انسان سيء، ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة ابدا. خلصت خلص تمام. بعد عندكم شي عندي تعوا خدوه، ما عندكم شي عندي انضبوا، روحوا على بيوتكم عند اهاليكم، تشارعوا بالمواضيع اللي بتشبهكم وخلصوني بقى. ثانك يو يا حبيبتي. الرياض ضروري ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الساعة عنا حتصير 5 تقريبا، 5 الفجر. يا تقوى حبيبتي انت اليوم ما قصرتي. ويوزر ثانك يو سو ماتش والله. ايه بعرف اني بدهم مواضيع، ما هيدي هي مشكلة. انا فيني اقول انه تيك توك هو عبارة عن جلسة نسوان الفرن. كيف كانوا يقولوا عنا قديما، نسوان الفرن لما تجتمع بالفرن عم بيعملوا مناقيش ويبلشوا يلتوا ويعجنوا على بعض. يعني حتى يمكن لو قطعت، يعني لو لقيت انه جارتها يمكن ما فتحت الشباك اليوم، ممكن تعمل عنا قصة انه جارتها مجوية، يعني تعمل اي شيء بس لانه هي عبالها تلت. عرفتوا؟ وانه يكون عندها خبرية قدام نسوان الفرن اللي قاعدة معه. انتوا عم تعملوا نفس الشيء، انتوا كأنكم بجمعية قاعدين على الفرن ويعني مش لاقيين حاجة، بدكم ترغوا بمواضيع ما لها لزوم. خلص دايما نجرب نعمل لايف، ننبسط مع الجاس، نحكي كلام ينفعنا وينفعكم، تخبرونا قصص عشتوها بتنفع غيركم، بتكون عبرة لغيركم. وانتوا دايما مواضيعكم سطحية خفيفة. هيدا حب هيدا فات جست مع هيدي وانغرم بعيونه، هيدا مش قادر يتخطى حبه وجسته اللي طلع مدري من قد ايه، هيدي ماتت بدباديب هيداك، هيدا طلق هيدا طلع جاست مع وحدة ما بتحبها وشلف. خلص ما عندكم طلعوا ترند مواضيع بتنفع الحياة، قصص لذيذة مهضومة بتضحك، يمكن بتبكي، يمكن عالم بحاجة تطلع ترند لحتى نقشعها للعالم اللي مش قادرة تقشعها. هيج طلعوا لي المواضيع البلا طعمة وهالقد بسيطة وسخيفة ترند، وتعملوها سنتر حياتكم. يعني I'm ignoring يا جماعة. خلصت.
a lot of drama. Yes, I can see. خلونا من هالمواضيع. صباح النور، صباح الخير، صباح الحب، صباح الرواء، صباحكم يا أحلى وأجمل متابعين من كل الكرة الأرضية. We are here to have fun. Exactly. Thank you حبيبي. Thank you. No need. والله شكرا. No need. ايه في شغلة كمان لازم تعرفوها. You are amazing. نور حبيبتي، بس لأني بعزها كتير وبجد أنت شخص محترم في الموضوع يعني عشان لا خلص الموضوع حبيبتي. أنا عم بحكي in general. أنا عم بعطي مش دروس بالحياة يعني قد ما عم نحكي هيك in general. عم نحكي قد ايه في عالم إنه هالقد يعني شغل حياتها، والشغل هو هيدي أكلت، هيدي شربت، هيدي قامت، هيدي نامت، هيدي متى راجع لدبي؟ ما بعرف صراحة. نكون إنسان جزء ناقشنا بموضوع كيف تكون إنسان هادئ رغم الظروف المحيطة. أنا بقول لك يا أميرة كيف تكوني. جاكلين هلو لا تكوني هادية. ما بعرف الكل بيقول لي قد ايه بتصبر جوزيف وقد ايه بتتحمل وهيدا. العمر أكيد له دور العمر، بس مش هيك. فيك تكوني قاطعة 40 و50 سنة من عمرك وما تعلمت الصبر لأنك ما ركزتي على هالموضوع بحياتك. لا، العمر ولا مرة العمر هو بقرر إذا أنت هيدا. يعني فيك تكوني أنت ناضجة وما وصلت للعمر اللي وحدة عمرها 50 سنة. ترى هي القصة انك انت تكوني عم تركزي على نقاط انت بتشوفيها نقاط ضعف عندك. مثلا انت ما عم تقولي مثلا كيف تكون هيدي. جربي انت اشتغلي اكسرسايز. هو تمرين مثل ما انت يعني. يا جماعة بدكم تفهموا شغلة، كيف انتوا بتمرنوا عضلات جسمكم، عقلكم نفس الشيء عضلة وبتمرنوها. اوكي، طريقة تنفسكم كيف تتنفسوا بتمرنوها. هو هيدا يعني تمرين العقل مثل تمرين الجسم. يعني ياما في عالم، انا دايما بقول لاشخاص، لانه في كتير اشخاص بشوفها بالجيم بتمرن جسمها وبتصير بس على المراية رايحة جاي عم تطلع، كبرت من هون الباي، صغرت من هون الهاي، طلعنا صدر هون نزلنا هاي. بصير بحس انه بيكبروا عضلات بس بينسوا عضلة اهم اللي هي براسهم بتصغر. فدايما يعملوا اكيليبر يعني. يعني عضلة العقل بدها شغل، عضلة العقل بدها شغل، بدها تمرين، بدها تأهيل دايما، بدها يعني مثل أي عضلة بجسمكم. إذا ما بتشغلوها مثل في كتير الأغلبية اللي بتشوفوا كمان الكومنتس تبعهم غبية، هول مش مشغلينه، مركزين على بس عضلات أصابيعهم تكبيس وكتيبة سخافة. بينما اللي بيكون مركز على عضلة راسه أصلا ما بيقدر يكتب كومنتات بلا طعمة وسخيفة، لأنه بيلاقي أنه عم بيضيع وقته عادة. عرفتوا؟ شغلوا يعني. انتوا اليوم هود اللي عم تكتبوا هالكومنتات اللي بتشبه خلقتكم، يا ريت لو تناموا مثل ما بيقولوا. يعني يا ريت vous dormirez moins bête ce soir، يعني أقل هبل اليوم. واللي هو تفكر إنه أوف أنا عندي عقل ليه ما شغلته بعد. فكروا فيها، بلشوا أنتوا بمجرد فكرة، والفكرة بتكبر مع الوقت. بلشوا هيك لعله توصلوا يوما ما تلاقوا عقلكم تمرن، صار قادر يعرف أي متى يحكي أي متى ما يحكي، ويحكي القصص الصح بوقت الصح. هدى كيف تبطلي تتأثري بحكي العالم؟ ليكي هو مش غلط انك تسمعي حكي العالم،
كلنا معرضين انه نسمع الحكي الحلو والبشع، عادي هالحياة. لانه في اختلاف بالحياة، في عالم حتحبك حتدعمك، في عالم حتكون غيرانة ما حتدعمك، في عالم حتكون ما بتحب شخصيتك كمان حتحكي عنك بالمش منيح. اللي هي الكلام هو كله اسمه كلام، صح؟ بس هون شغلة المتلقي اللي هي انت، انك تعرفي تاخدي الكلام بالمكان المناسب. يعني انت اذا مقتنعة وقنعتي حالك بكلامهم يعني انت تأثرتي، لا. بينما اذا انت عارفة انه انت اصلا ما بتشبهي هيدي الصورة اللي هن رسموها، ولكن ان شاء الله بيحكم من اليوم لمليون سنة لقدام، ما حتأثر فيكي، لان انت عندك القناعة والثقة بالنفس انه انت مش هيك. عرفت كيف؟ بينما اذا انت من الاشخاص اللي بيتاثروا، يعني انت هون انتبه انه انت عندك مشكله قله ثقه بنفسك لحتى تقدر تتقبلي كل كلام لإلك. لا، لانه مش كل كلام بيقولوا العالم هو صح. مش اذا كل العالم قالوا لي جوزيف انت حلو يعني صح، لا. ما تخلي الكلام ياخدك. او انت كل العالم اجوا قالوا لك ليكي انت غبيه، لا. غبيه بنظرك انت، عم تحطمني. يمكن ليه بدي صدقك؟ لا، انا واصل لمرحله هيك. شو الفرق بين الصبر وفقدان الشغف؟ يا جماعة هيدا سؤال ما بينسأل كمان. يعني ما في ريليشن بين الاثنين. شو خص الصبر وفقدان الشغف؟ فقدان الشغف شيء غير كليا عن انه صبر. اذا عندك فقدان الصبر ما في، يعني هن it's not related. يعني انك تفقد الشغف هو انك بتكوني عادة تعريف، بتكوني بعد محاولات متكررة ما قدرتي وصلتي للي انت بدك اياه. هيدا بتقولي هون انا بلشت افقد الشغف تبعي من ورا هيك. ها هي. بينما الصبر هو لا، هو انت الصبر هو قدرة تحمل، يلي هو انت قد ما بتوسعي قد ما انت قادرة تتحملي. يعني بونوي لميا عادي صورت بوفيه عملته بالمطعم على أغنية فيستيفال هيك هما. تكوى ما فهمت حبيبتي شو الجملة. عادي صورت بوفيه عملته بالمطعم على أغنية فلسطينية، وكانت الصورة يلي وراي البترا طلع بتخوث هيك هما. ما فهمت ولا شي تقوى بصراحة. حدا فهم البرنامج؟ جوزيف كيف عامل شخص وصل 2 مليون؟ شكرا يا سارة. أغنية هادي. جوزيف كيف عامل شخص مستفز كتير معي؟ بما انت ما تسمح تبيني له انه انت استفزيتي، يعني ما انت بس بدك تبيني انك عم تضلك تستفزي، حيضل هو مبسوط. لانه الانسان بطبعه بيشفي الغليل تبعه او بيشفي عقده والهيدا باستفزاز غيره لما يشوفه عم يستفز. انت مسلي عليه او مسلي على حالك انه انت تحملتي مرة 2، الثالثة حيصير يشوف انه اوكي هالاستفزاز مش عم بيجدي نفع، بينسى. قصدي انه الناس عم تعلق اي شيء بلاقوه شيء ده صحيح. بس أنا القراءة كثيرة خاصة في كتب علم النفس وجميع. برافو نمو. جوزيف هل أنت بتعطي فرصة تانية؟ أكيد بعطي فرصة تانية، خاصة إذا عارف إنه الشخص غلطان. أكيد غلطان واعترف بغلطه. إيه بعطي أكيد فرصة تانية، بس تانية وبس. بعد التانية ما في خلص، لأن بتكوني أنت قلتي يمكن بأول مرة غلط من دون ما يفكر، بس يعيدها مرة تانية لا خلص بتكون هون لا، يعني صار هون استخفاف لعقلك، لا. وبتكون صرتي يعني جدبة، انت بطلتي انت طبيعية. لا، تاني مرة تعطي فرصة تانية. كل انسان بحق له، لانه كلنا معرضين انه نغلط. بس غلطنا مرة نعيد الغلطة مرة تانية مع نفس الشخص، هون بنكون تخنيها.
جو أنا اليوم طفشاني وأزرت على التعليقات أحس شوي ويجيني منك بلوك. لا عادي زهرة، عادي عم تكتبي كومنتات هيدي عادي بصراحة. يعني بس ترى يعني أنا الكومنتات اللي بتضيع الوقت هي يعني خلوها لإلكم بصراحة. بروح وبرجع والله بقول خلاص نامي بس والله بتتونس بمثل الحكي الله يحفظكم. لا لميا يلا نامي إذا عندك شغل حرام. هذه مرحلة النضج بدها كتير يوصلها. طيب سؤال ليش ما أرسلت؟ يا الله يعني عذبتيني أقرأ الكومنت، عذبتيني أقرأ الكومنت وبعدك أنت بموضوع. يا الله يا ستر يا رب. أنا طولي 1.82 متر. دوام الساعة 8 لناموا. جوزيف شو السبب ليخلي إنسان يكره إنسان ما أذاه هيك من لا شيء؟ لا هي إنه أنت عم تكره شخص ما عمل لك شيء ما أذاكي. بتكون أنت من عندك في يعني إذا هو مش أذيكي بولا شيء ما إلك حق تكرهي، إلا إذا أنت يعني عندك عقدة معينة، عندك حب زايد لهيدا الشخص ما عم بيقدم لك اياه، ممكن. Do you plan to visit USA؟ شو أكيد. أكتر صفة بكرهها بالبنت ما في صفة معينة بكرهها بالبنت، بس إنه ما بحب الأشخاص الاستغلالية. يعني دغري أنا أصلاً يعني اللي ممكن هيك يطفشني من شخص هو إذا ممكن حس في استغلال من مطرح من المطارح. وما بحب أبدا شوف الفوقية، يعني مش بس شوفة حال، يعني الفوقية إنه ما بحب إن كانت بنت أو شاب، إن كانت علاقة حب أو علاقة صداقة بين رفقة بين كل شيء. عندي مشكلة مع الأشخاص الفوقية أو اللي بيشوفوا حالهم أهم، إن كان بالبوست تبعهم أو كان بمبلغ المصاري اللي مجمعينه، أو إن كان بأبوه مين بيكون أو أمه مين بتكون أو من أي عائلة من حدر أو من أي بلد. أنا هاي الفوقية بالنسبة لإلي أنا هي it's a turn off لمين ما بيكون الإنسان اللي قدامي، لأنه بالنسبة لإلي كلنا متساويين. لو شو ما وصلتوا درجات، لو شو ما عملتوا، لو قد ما الدنيا علتكن، ما فيكن تشوفوا حالكن على شخص تاني، لأنه مجرد انتوا عم تشوفوا حالكن على شخص تاني يعني انتوا فتوا بمجال المقارنة. يعني انت عم تقولوا مين هيدا مثلا الزبال اللي انا بدي وطي حق، لا ما فيكن، ما تعملوا، ما يكون مجال مقارنة مع شخص تاني، إن كان بالبوست تبعه، إن كان بنظام عمله، إن كان بشغله، إن كان من أي عائلة جاية. لأنه برجع بقلكن مش كل إنسان قادر يكون بالظروف اللي أنتوا يمكن كنتوا فيها ووصلتكن لهيدي البوستات. الصفة اللي بتقربني من بنت تكون حقيقية، تكون حقيقية وتكون هي، يعني التصنع ما بحبه أبدا. كلمة للعاطلين جوزيف، للعاطلين عن العمل قصدك أو للعاطلين شخصيا عاطلين؟
يا يوز حبيبتي شكرا والله. أنا بشهر شباط قطع فبروري، كيف الواحد ما يفقد حماس ولا يوصل لهدفه وينجح بشغله؟ ما هيدي هي، ما أنت الجواب عندك بصراحة، الجواب عندك. يعني مفتاح كل هالقصص هو انك تضلك صابرة، تضلك قايلة حأوصل للهدف اللي بدي اياه ان شاء الله بعد مليون سنة. هي الجواب، ما في جواب تاني، ما حدا عنده جواب تاني لهالموضوع. ما في وصفة بعطيك اياها لتوصلي. يعني ما فيني اقول لك مثلا اشربي خلي التفاح كلي درقتين هي لحد، ما فيكي. هي الجواب عندك. انت لازم دايما 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 تحافظي على شغفك، بمعنى انه ولا مرة تستسلمي وتقولي ان شاء الله بعد مليون سنة بدي اوصل لشغلة حاوصلها، وتضلك عم تثابري وتشتغلي. بس ما تقولي هيك وتنطري انه رب العالمين ينزل لك اياها، لا. انت اذا ما عم توصلي لشغلة بدك تشوفي شو المشكلة. مثلا شغل معين بدك تشوفي وين مشكلة. اكيد انت عندك مشكلة مش قادرة توصلي. ممكن تكون انت بشخصيتك المشكلة، ممكن تكون بقدرتك العلمية، ممكن تكون بطريقة انك تقطعي انترفيو معينة ما عم تقدر تقنع العالم بشخصية. بس في مشكلة، بس ما في شيء ما فيك توصلي له. وما في حدا صدقوني وصل هيك على الهدى وبسهولة. شو ما كان الشغل متعب مزعج فيه مسؤوليات وحيكلفك وقت من حياتك، اتعبي لتوصلي لشيء اللي انت بتحبيه. هلا ما تجيبوا لي ما تنزلوا لي اسئله فضائيه. شو الحل اذا امك وبيك يكرهوك ويفرقوا بين الاخوه؟ ما في هالشي يا توتو، ما بيصير. ام وبي ما في، ما بقدر اقتنع بهيدي الفكره انا ابدا. انت بتكون ما فيك. يعني انا بالنسبه لإلي ما في يعني اذا ام وبي قادرين يفرقوا اولادهم عن بعض، يعني في مشكله بصراحه. يعني في مشكله يعني. او لانه انا ربيت بعائله يمكن امي وبي كانوا مثال لإلي وبقيوا على الحب والمحبه وعلى المساواة بيني وبين اخواتي البنات بكل شيء، يعني بكل معنى الكلمه بكل شيء. ما بعرف، بس هل يا ترى بالحقيقه يمكن بالحياه مش هيك الام والبي دايما. موجود. معقولة في ام وبي هالقد قاسيين يقدروا يفرقوا بين اولادهم؟ ما كل الاولاد جايين من نفس المطرح وبيمشي فيهم نفس الدم وربيانين بنفس الهيدا الاجواء. يعني ما المفروض يكون في مجال للتفرقة. سلطان عاوزك. وين عايز سلطان؟ أوه يا ساتر يا رب. بحسابه التاني. ايوه ما شاء الله بحسابه التاني عنده 3000 شخص. اهلين جوزيف. هلا سلطان، ما يكونوا الكومنتات هن قلبين وهن بدهم يجمعوني فيك صح؟ او انت عم تقول لهم بس حتى ما نكون عم نزعلك ونضيع لك وقتك بس. طب جوزيف ليه وين المشكله؟ طيب اعذرني، طالب اكل صحي فجالس اكل شيء خفيف. صحة وهنا. لا كيف انا مش ما فيش مشكلة، بس انا قصدي بلكي انت قاعد مع متابعينك وحبوا هولي كم هيك مجموعة عبالهم انه يخربوها. لا بالعكس، تدري اليوم كذا شخص سالني قال لي سلطان نبي جوزيف، بس انت كنت مشغول.
مشغول. انا بصراحه اليوم طلعت مع ام عمر لانه حرام رايح الاكونت، قلت لازم اطلع علي شوي والله فيك الخير. ضروري. هذا لأن معدنك طيب وفيك الخير. جوزيف، قل بعيد عن المشكلة اللي صارت وكل شيء. هلا قبل المشكله، انت ليه طالع من هي الاكونت؟ هديك فيه شيء؟ لا أنا أبي أبث بث محفوظ، يعني أبي أسولف. كنت بسألك يا أخي، انبسطت هناك؟ رحت أماكن، غيرت جو؟ بصراحه ايه، لا انبسطت، بس كان الوقت قليل، يمكن ما لحقت. يعني انا عاده بكون عامل بلان سلطان، مقرر اليوم هون اليوم هون اليوم هون. هاي اول مره بروح عارف انه عندي هالشي قبل الظهر لازم اعمله، وبعدين انه مين فيني اشوف يكون شفت. تدري أنا مفكر الويكند هذا، شوف الويكند هذا أنا بسافر إن شاء الله على خير، عن يا جد؟ البحرين يا دبي، واحتمال كبير دبي. طب وليه ما زبطت الويك اند اللي قبل ما زل ثاقبت انه هونيك؟ جوزيف يا قلبي، أنت مشغول الويكند اللي فات، أنت عندك شغل يوم السبت. أنا كلمني تركي من خالد، قال لي ها يا ريت والله. حتى هستور، قلت يا حبيبي هستور، قال لي ليه ما رحت؟ أنا يا بعدي وعندي شغل بجدة، تخيل جاني شغل بجدة، ما أدري أروح جدة يمكن. إيه لا اكيد اذا في شغل اكيد روح. ليك هستور كان بدبي؟ لا اه راح يروح. لو هستور معك بالسفرة جاء أم العيد أجمل. تخيل سفرة مسافرها أنا وهستور وتركي، شوف الأفلام والمشاكل اللي بتصير. اوه لا، بحس بتنبسطوا بتتسلوا. تركي ترى برا البث شخصية ثانية، يعني شخصية بالبث تانية شو لذيذ اكتر، يعني هو ما شاء الله عليه. ايه لذيذ اكثر. بالبث محترم وكذا، صح ولا لا؟ ايه جدا محترم. برا البث لا مو محترم، عادي، عرفت؟ ياخذ راحته، مبسوط، يعني شخصيته حلوة برا. بس حاليا حتى ايه حاليا الحين حاليا يعني الفترة هذه حتى برا البث يعني حتى بالبث صاير عادي، يعني مو محترم. والله. زمان عنه لتركي مع الشفت، وانا يفتح بوقت غلط. اي ساعة ما بتقول عم يفتح الصبح؟ لا يفتح الساعة 10، ما حد يفتح 10 11 بالليل. بس سلطان بلا لازم يقربوها العالم، ليك اي ساعة عم نبقى للخمسة. انت عم تفتح شي تنتين. لا امس فتحت 12، بصير افتح 12 ونص، واحدة. ايه 12 هي، انا هيك انا مفكر على بصير افتح الوقت هذا. 12 هو افضل. انوع، لانه الوقت هذا افضل وقت انك تفتح، بس الناس تعودت علي انا بعد الوحدة، هذه المشكلة. انه من زمان ترى جوزيف. وليك وتحمست على الجيم او بعد بتلاقيها إيه هيك فكرة اليوم. بعيدة شوي؟ لا بالعكس، اليوم رايح الجيم ان شاء الله. برافو سلطان. أنا بدي لك شغله، ما تستسلم، لانه يعني بالقليله انا اخذها نصيحه، اعطيه حالك بالقليله شهرين، لانه بس حتبلش تشوف النتيجه بقى انت تبطل تفل. بس مش تستسلم من اول جمعتين ثلاثه تقول خلاص تعبت وبلا طعمه وما عم بشوف نتيجه ومدري شو. لا، اعطيه حالك بالقليله شهرين لتشوف انه بلش العضل ينرسم شوي هيك. انا اول والله جد جوزيف كنت بجيم، اول جلست فتره طويله جوزيف جيم وتمارين. خبرتني بس جاتني اصابه، الناس تحسبني اضحك، والله جد. تخيل معدتي ممسوحه مسح، بس طولت انا بالجيم، طولت لما جاتني اصابه. بفهمك. ما انا بالصيفيه لما مرضت يا سلطان، يا جوزيف اللي بنيته كله خربته بشهر ونص او شهرين بعد العمليه. رحت سكنت مع ناس هنا، واكل اكل 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 اكل، لا حرام، راح كل شيء. انا لانه مرضت ما عادش عم بعرف ارجع على الجيم، كل مره انا شفت لك صوره اول ما وصلت الامارات، اول ما وصلت وانت بالمول. ايه ضعيف كتير في هالصوره يمكن. عكس يزيد الضعف، انا راضي انا بالضعف هذا. لا انا ضعيف كتير. ادخل القميص داخل البنطلون. لا يا سلطان، والله انت بتبين، يعني انا عم بتخيل هلا اذا انت عم شوفك هالقد ضعيف على الكاميرا، يعني انت حتطلع قدامي بعد اضعف من الطبيعه. لا، وانت كم وزنك؟ 75 هلا. 75 عضل؟ لا يعني اللي هي ايه انا 78. طيب 78. بس انا ما عندي،
انا عريض هذا من كتفين، يعني يعني تحس من هنا شوي، عرفت؟ اوكي، وانت مشكلتك سلطان بالفات او بس شحم على منطقة الكرش يعني؟ لا ما عندي كرش. طيب اوكي، يعني ما فيش مشكلة، يعني شوية هيك شوية زيادة هيدا زيادة. اي يعني شيء ما يذكر. ايه خلص خلص، لا انا ودي اطلع بعد 10 كيلو ارجع مثل ما كنت قبل. وشو الاكل الصحي اللي عم تاكله عم بيقولوا لي؟ ها؟ شو الاكل الصحي اللي عم تاكله؟ تشيكن بازلاء. والرز مسلوق. عندنا هنا بجنبنا، بجنبي هنا في مطعم اكل صحي اللي دايما اصور سناب. اقول لك شغله، صاحب المطعم جد صاحب المطعم صار صديقي. كنت من كثر ما انا اشوف المطعم ناجح جيت ابي اسوي نفس المشروع وين بعرعر. حلو حلو عند الاهل. المهم واجي واكلم لك واحد، قلت يا اخي ليه ما افتح مشروع مطعم صحي؟ توقع ايش قال لي؟ سؤال دامك بالبزنس، قال لي سلطان غلط الشيء هذا، استهدف شيء يفيد المجتمع كله، لا تستهدف شيء يستهدف ايه شريحه. بارت معينة. صح 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 ولا لا؟ صح. عشان كذا قلت، ولا كنت ناوي اسوي بعد، والله جد كنت ناوي. صح. هو افضل شيء سلطان انك تعمل اكل العادي، بس تخصص اذا بدك بارت من المنيو يكون فيها اكل صحي، هيك لتكون اخذت كل الشرائح. الاكل الصحي ترى غالي غالي غالي. يعني انا اليوم انا رحت مطعم صحن صغير كذا 150 رايس، والله جد بروتين مثلا 200، طق حسابك 40 ريال ولا 30 ريال. الاكل الصحي ترى جد والله يقهر. ليه غالي؟ ليه غالي؟ لانه بيكون معمول بمواد اقل شو اسمه دسامة. طيب وش لا تدري ليتني معك بدبي، والله العظيم لا خليك تمدد. يا ريت يا والله لا ريت، خليك. تمنيت انا والله، كنت حتنبسط والله. انت بتعرف والله. عزة صح؟ ها؟ بتعرفها لعزة؟ طالع معها جيست. كيف خطيبها؟ ما شاء الله عليهم اثنيناتهم والله؟ عن جد ما شاء الله. ايه هي وخطيبها نديم بجننوا. ما سألتهم كيف تعرفتوا على بعض، كيف حبيتوا بعض؟ تعرفتوا كيف تعرفتوا على بعض؟ لا مو ما انتوا، سألت السؤال هي تاني. خطيبها. انا بستحي اسال هالاسئله سلطان، قصص ها؟ شخصيه. بستحي اسال والله هالاسئله. لو اني عندهم لا اجيب تاريخهم كامل. لا والله لا مو تاريخهم كامل، لا تلقاني كل عرفت شيء. الشيردي والويردي. اي احب تلقى جال يوم كامل طالع الظهر معهم عشان اسالهم وش صار وشلون كيف بديتوا. بس ما بتلاقيش وقت تحكي بهالمواضيع، بتكون عم تحكي بقصص غير كليا بالمستقبل في بالهيك وين موضوع. والله في كتير قصص حكيناها. ومبين عليه جنتلمان بعدين. ما شاء الله بجنن بصراحه كتير. حتى عزة. ايه حتى عزة ما شاء الله فيها. ودعاء شفناها انجأ نص ساعة زمطة يعني. ها؟ ودعاء شفناها نص ساعة بس هيك والله؟ سريع يعني، كانت مستعجلة. كيف دعاء على الطبيعة؟ نفس الشيء مثل البث، بس انه اضعف شوي بتحسها. شلون اضعف؟ هي